اهلا يا حلوين. طبعا كلكم لما تشوفوني هتسألوا هو عزيز ماسك علم ليه؟ يا ترى نازل التحرير يعمل دماغ ثورة ولا هينضم للمظاهرات الفئوية؟ ما تفكرش كتير يا مشاهد انت. عزيز لا يمكن يروح المظاهرة هي اللي تجيله. انا هريحكم. انا ماسك العلم اللي مضروب في الصين ده عشان اعمل بيزنس. ايوه بيزنس. وانتوا ما تعرفوش بيزنس العالم دلوقتي عامل ايه. تخيل مظاهرة واحدة فيها 2 مليون مصري وكل واحد ماسك علم والعلم ب5 جنيه. يبقى ملايين يا قطة. وعاوز اقول لكم ان البيزنس بتاع العلم ما بقاش في انك تحطه في ماسورة الكهرباء السودة دي. لا اصحوا فوقوا. ده انا عزيز. وعزيز لما ينزل السوق كله يضرب له سلام. والا هروح لهم بنفسي وهخلي اهليها واطيها. وبعدين لازم نفهم ان لازم الواحد يشغل مخه شويه. يعني مثلا عملت مناديل عليها العلم. في كمان علبة سمنة عليها العلم عشان حاجة تفتح نفس الشعب. ايس كريم كلو كلو للأطفال عليه العلم. بالنسبة للمناديل ده كانت معمول لها خطة. أمال حطيت العلم عليها ومشيت العيال في الإشارات علشان لما تعرق تنشف عرقك تفتكر بلدك اللي بتعرق عشانها. لأن المناديل ناعمة وقوية وكلها وطنية. وعشان لما تعطس بس بحاسب من النسر أهو عشان ممكن ينقرك. أنا عملت طلبيات المناديل دي ونزلتها مع العيال اللي أنا بشرحهم في الإشارات. بتاخد مناديل وعليها العلم وبادج الثورة وكمان ستيكر لوحة معدنية باسم الثورة مكتوب عليها 25 يناير. الستيكر ده تلزقه فوق أو جنب نمرة عربيتك عشان بتاع المرور يحول وما ياخدش مخالفة. وهي دي الوطنية. أنا شفت عربيات معلقة لوحات الثورة على علم مصر وماشية عكسي. هي دي روح الثورة. أمال إيه؟ ما هي الثورة بقى واللي نفسه في حاجة يعملها. طبعا هتفتكروا إن بيزنس العالم وقف لا مؤاخذة لغاية كده. هقول لك لا، لسه بدري، لسه بدري أوي. أنتم عاوزيني أنسى حبايبي الصغيرين. يعني لازم نهتم بالنشء الصغير وننمي فيه الوطنية عشان الايس كريم لما يسيح ويسيل على ايد الولد يسيل كمان على العلم. فالولد يقعد يلهط في العلم يتربى جوه الوطنية. عشان احبب العيال اكتر عملت لهم علم بالفراولة وعلم بالمانجا وعلم شوكولاتة وعلم بالمستكة وجوز الطيب. امال ده انا عزيز. وست البيت القطة الجميلة ما نسيتكيش. حطيت لك العلم على علبة السمنة عشان طشة الملوخية تبقى بريحة مصر. وعملت اعلان للعلم كبير قوي حطيت عليه صورة البيتزا والنسر عمال بياكل فيها وكتبت تحيا مصر واشتري بيتزا والتانية مجانا عشان خاطر مصر. كمان حطيت العلم على البوتاجاز عشان نشعل مع بعض نار الثورة. وحطيت العلم على الثلاجات عشان نبرد قلوبنا بالانتقام من الخونة.
واهم بيزنس العالم اخترعت حاجه اسمها لحاف الثوره. وقلت فيه ثورتنا دخلت قلوبنا ودلوقتي هتخش بيوتنا. قرب قرب يا استاذ، قرب يا مدام، قرب يا قطه، اشتري لحاف مصر ال3 قطع. صاحبه محبوس وعاوز فلوس. لحاف خداتيتين وزنه 4 كيلو ومقاس 220 في 240. ده اللحاف ما تفهمونيش غلط، لحاف مصر مكون من الوان علم مصر، الاحمر والابيض والاسود، عليه النسر بتاعنا. يعني حضرتك تبقى نايم انت والمدام براحتكم في اوضه النوم كده، والنسر واقف فوق اللحاف يحرسكم، عشان لما المدام تصحيك الصبح تقول لها انا معتصم لغايه ما ترحلي من الشقه. ولو اتصلت وطلبت 2 لحاف ثوره مصر، عزيز هيعمل لك تخفيض ومفاجاه يا نونس. تستلم لحافك ومعاه اغنيه اصله مغطاش على مصر. بس انا بحذركم كلكم، اوعى حد يشتري لحاف علم مصر وياكل قرنبيط او كرنب او توم او بصل، والا النسر هيسيب لك اللحاف ويطفش من ريح.